عندنا مشكلة ويا مرضى السكر، وطبعا أكثر المشاكل خاصة اللي عندهم النوع الأول، يعني السكر اللي يحتاج إلى إنسولين. قسم من المرضى للأسف يعني يخاف من الإنسولين، يتصور أنه الإنسولين راح يتعود عليه الجسم، ومن هذا الحكي وما يعرف الإنسولين هو هرمون موجود بالجسم، لكن البنكرياس بعد ما تفرز هذا الإنسولين، فلذلك الجسم يحتاج إلى إنسولين خارجي حتى يتعالج المريض، لأنه ما دام عنده نقص إنسولين فما ممكن علاج السكر بدون إنسولين. فقسم منهم يلجأ ياخذ حبوب، ياخذ أدوية، ما راح ينزل السكر، لأن هذا النوع الأول لازم ياخذ إنسولين. وقسم منهم مع الأسف يلجأ لي مثلا أكو ناس هواية يعني بالسوشيال ميديا يعلنون مثلا هذا علاج السكر، سواء النوع الأول أو الثاني، أعشاب مثلا أو أدوية ما معروفة، أو مثلا قسم منهم عسل أو كذا. فقسم من هذه المواد اللي يعلنون عنها والناس تصدق بيها ممكن يضيفوا لها حبوب سكر وينطوها للمريض، فالمريض من ياخذ العلاج يشوف السكر شوية نزل، يتصور هذا علاج صدق للسكر، وللأسف من يصير عنده مضاعفات كلش قوية يلا يراجع الطبيب. يعني قبل فترة يعني طفلة اجتني حوالي عمرها 10 سنين، عندها سكر من النوع الأول، مراجعين وماخذين حبوب مقويات ونعطيها أعشاب وكلها ما تفيد، السكر ماله كله 400 و500. فقنعتهم أنه ياخذون إنسولين، وفعلا بدينا الإنسولين، السكر مالها تنظم وكل زين. بس مع الأسف بعدين أهلها خايفين من الإنسولين وتركوا الإنسولين ورجعوا لي على نفس الأعشاب وهاي الأدوية. فأكيد بعد كم شهر ورا ما تصير بيها مضاعفات للأسف لا سامح الله، أكيد راح يرجعون وبالأخير ياخذون إنسولين. النوع الثاني من السكر أيضا قسم ياخذ لي حباية أو حبايتين ويروح. احنا الهدف من السكر أنه لازم نسيطر على السكر، والسكر لازم المريض يعني يراجع كل 3 أشهر حتى يشوف سكر التراكم ايش قد، الدهون، وظائف الكلى إذا عنده ضغط أو ما عنده ضغط، هاي كلها ناخذها بنظر الاعتبار. فمو كل مريض ياخذ علاج بكيفه، اكو هواية مرضى يقول لك الدكتور انطاني هذا العلاج ممكن استعمل، هذا غير صحيح، لأن كل مريض له علاجه. احنا حسب الوزن مال المريض ننطي العلاج، حسب السكر التراكم اللي عنده ننطيه علاج، حسب الدهون إذا عنده ضغط أو ما عنده ضغط. فإذا عنده زيادة بالوزن لازم ننزل وزنه، فننطيه أدوية مال سكر تساعد حتى على تنزيل الوزن. أما إذا عنده قلة بالوزن نحاول نزيد وزنه. عندنا معادلة نسميها body mass index، يعني نوصلها تقريبا 20-21 للمريض السكر حتى يكون وزنه مثالي. فمريض السكر للأسف قسم يتصور أنه صار عنده سكر بعد ما يأكل كل شيء. أنا هواية مرضى يجوني مانعينهم من أي أكل، يأكل بس خضرة زلاطة وفد أشياء بسيطة، هذا غير صحيح. كل مريض إلى علاجه، يعني احنا ما نمنع المريض نهائيا من الأكل، هذا الشيء غير صحيح. نمنع فقط من الحلويات، الشرابت، العصائر، البيبسي، هاي الأشياء ممنوع عنه. إذا وزنه هواية نحاول ننزل وزنه، إذا الكلى وظائف الكلى جيدة نزيد البروتين ياخذه حتى ينزل وزنه. أما إذا وزنه قليل فإحنا نحاول نزيد وزنه، نزيد له النشويات، نزيد له الأكل مالته، وبنفس الوقت نزيد له الجرعة مال العلاج مالته سواء إنسولين أو حبوب حتى نوصل للوزن المثالي. فأو السكر ما تمنع عن الأكل أبدا، إذا وظائف الكلى زينة اللحوم كلها ما ممنوع عنه، ممكن يأكل خبز أو تمن عادي ماكو فد مشكلة، البروتينات يأخذها براحته، البيض ما ممنوع عنه، الخضرة كلها ما ممنوع عنه، الألبان ما ممنوع عنه. يعني مريض السكر مو معناته خلص ما يأكل كل شيء،
هاي المفهوم كلش غلط. احنا اهم شي بعلاج السكر الاشياء المهمة، اولا الوزن، نحاول نوصل الوزن المثالي، السكر التراكمي ننزله اقل من 7، الدهون نسيطر عليها، الخبيثة والمفيدة والثلاثي كلها نخليها ضمن الطبيعي، بالإضافة لوظائف الكلى نحافظ عليها، إذا عنده ضغط أيضا نسيطر عليه، لأنه حسابنا ويا أبو السكر يختلف عن غيره. فهاي الأشياء كلها مهمة في علاج السكر. فماكو مريض عنده سكر سواء ياخذ انسولين أو ياخذ حبوب علاجه نفس علاج المريض الآخر، كل مريض إلى علاجه. فما معقولة مثلا مريض يشوف له مريض ياخذ علاج سكر هو عنده سكر ياخذ نفس العلاج، هذا الشيء غير صحيح. فعندنا هاي الأشياء المهمة نركز عليها في علاج كل مريض. ونصيحة لمرضى السكر، أي علاج يعلنون عنه هاي الصفحات أنه هذا العلاج يطيب السكر، هذا العسل راح يطيب لك للسكر، أو أعشاب انمنعوا عنها لأن خطر عليكم، ما يصير تاخذوها وما تعرف شنو مكوناتها. وقسم حتى من الأعشاب أو هاي الأدوية يضيفوا لها حبوب سكر، فالمريض يتوهم وينزل سكره شوية، يتصور أن هاي الأعشاب فعلا تعالج السكر. فنصيحة كل واحد مريض عنده سكر يراجع طبيب المختص وينظم له السكر، والمراجعات تكون كل 3 أشهر من يكون مسيطر على السكر، حتى نوصل لهاي الأهداف اللي قلتها في كل مريض من مرضى السكر.